السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا النهارده هنعمل معاكم كفتة الفراخ. معانا هنا ربع كيلو فراخ او نص كيلو حسب الكمية اللي عندك. فراخ هنقطعها حتت صغيرة، ومعانا هنا شوية شبت، ومعانا هنا البهارات بتاعتنا. معانا هنا بهارات مشكلة، ربع معلقة كركم، ربع معلقة شطة، ربع معلقة حبهان على ورق لورا. معانا هنا فلفل اسمر نص معلقة، ومعانا هنا نص معلقة ملح. هنحط ابات عليها، هنحط عليها بصلايه، وهنحط كوسه زي ما احنا اتفقنا. اللي لازم نحط خضار لعيالنا اللي ما بيحبوش الخضار نحطها لهم في الاكل مش هتبان. ومعانا هنا قرن فلفل صغير ونص كوبايه بقسماط. احنا هنبشر الاول الكوسه والبصله، هنبشرها الاول ونعصر الميه بتاعتها. ليه؟ كفتة اللحمة ما بنعصرش المية بتاعتها، علشان المية بتاعتها اللحمة أصلا بيبقى فيها الأنسجة بتاعتها جديدة، لكن الأنسجة بتاعت الفراخ بتبقى طرية، فبتنزل معانا سوائل، والسوائل كمان بتاعت الخضار، فهتبقى كمية السوائل كبيرة وممكن تفك منها. فاحنا هنبشر الحاجات دي وهصفيها، وهاجيلكم بعد ما نبشر الحاجات دي ونلخبط ونفرمها في المطحن بتاع الخلاط. بشرت الكوسايه معاكم اهي، وبشرت البصلايه وخدت التفل بتاعها وصفيت الميه بتاعتها. ونسيت اقول لكم معانا فص توم صغير. الحاجات دي كلها انا هلخبطها على بعضها بالبهارات بكل حاجه، وهفرمها في المطحن بتاع الخلاط، او لو عندك كبه فرمها فيها فرم ناعم، وهرجع لكم بعد ما نفرمها. الكفته يا حبايبي اهي معاكم اهي، عملتها في المطحن او في الكبه اللي عندك زي ما انت حباها اهي. ما هي هتلاقيها بتلزق معاكي حاجه بسيطه، عشان كفته الفراخ عامه بتلزق، ما تخافيش منها. هتبلي ايدك زيت، هتبلي ايدك زيت اهو، وهتصبعها بقى زي ما انت عاوزه تصبعها بقى صوابع طويله كده زي ما المعتاد. صبعيها، ما انتش عاوزه تصبعها كده اهي، هتتصبع معاكي على جميع الاشكال. عاوزه تصبعها كور كور معاكي اهي، اهي هتبقى كور برضو حلوه اهي. عندك سيخ وعايزه تعمليها على السيخ اهو، بتبليه زيت الاول، وبتاخدي حته اهي، تمسكيها في ايدك كده، بس تصبعيها في ايدك كده، وبتدخليها في السيخ هتمسك معاكي برضو على السيخ اهي. شوفي هتمسك معاكي اهو برضو على السيخ اهو. تعمليها مشويه بقى، تعمليها في الفرن، شوفي اهي تبقى مخرمه اهي زي الكفته بتاعت اللحمه. عاوزه تعمليها في الفرن بتحطها في صينيه في الفرن بتعمليه. عاوزه تحطها مثلا في صلصه كده على البوتاجاز من فوق بتقلها نص قليه، وبتحطها على صينيه على الفرن في شويه صلصه. انا هعمل معاكم ده وده، وهوري لكم بقى اما اخلصها تصبيع، وهوري لكم اما نخلص. عاوزه تعمليها على مكرونه بقى، اعملي على مكرونه، اعملي جنبها طبق رز بالشعريه مع شويه بطاطس اللي انت حباه، بس انا بديلك بس الفكره بتاعت الكفته ذات نفسها اهي. انا بحمرها اهي، عاوزه تاكلها ناشفه كده بتبقى حلوه برضو، ما بتبقاش وحشه. او عاوزه تحطها في الفرن تعملها في الفرن ماشي، بس انا عشان هحطها في صلصه بحبها ايه احمرها بره. جميله قوي، مش فاكهه وماسكه نفسها وحلوه. الكفته بتاعتي انا قليتها معاكم اهو، شوفوا. عاوزه تاكلها ناشفه كده كده ما شاء الله، شوفي من جوه اهي مستويه وحلوه. انا بقى بحبها في صلصه عشان هعمل معاها مكرونه. انا حطيت هنا معلقتين صلصه مع فص توم، وسبتهم يسبكم اهو. هروح جايه ايه حاطه الكفته بس ايه فيه زي ما انتم شايفين اهي، هحطها فيه وهسيبها بس تغلي غلوتين اتنين، وهعمل لها فحمايه بقى، وهحرق لها فحمايه واحطها فيها، هتبقى طعمها جميل. وهوري لكم بقى الاكل بتاعنا بعد ما يخلص هيبقى شكله ايه. بعد ما حطيت لها الفحمايه عشان يبقى طعمها حلو، هتغرفها بقى مع مكرونه او مع اي حاجه، هغرفها وهوري لكم الشكل النهائي بعد ما بخلص. الكفته بتاعتنا اهي، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تنال اعجابكم. يا ريت تدعمونا في الاشتراك واللايك عشان يوصل لكم كل جديد. عاوزه تعملي بقى معاها مكرونه ناشفه كده اعملي، عاوزه تعملي معاها رز وبطاطس او رز واي حاجه تانية بسله او كوسه او اي حاجه من اللي انتوا بتحبوها. معانا طبق المكرونه والتقديم بتاعنا اهو. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، وكل عام وانتم بخير، ومع السلامه.